عمرك شفت طفل ينسى الحرف اللي واخده من 5 دقايق بس فاكر ماتش الاهلي بكل تفاصيله اللي حصل من سنه؟ جات لي ابنها في اولى ابتدائي وكانت بتشتكي ان ابنها بينسى كل حاجه بياخدها في المدرسه، حتى اسم مدرسته نسيه، بس بيفتكر مواقف واحداث حصلت من سنتين وبكل تفاصيل، خصوصا لو ليها علاقه بالكوره وخاصه الاهلي. الام جايه لي في حاله صدمه، ازاي الولد فاكر حاجات حصلت في الاهلي من سنتين ومش فاكر خد ايه في المدرسه امبارح؟ لما قعدت مع الولد لقيته اصلا جاي لي لابس تيشيرت قاعد يحكي لي عن الاهلي والاجوان اللي جابها النادي الاهلي، حافظ اسامي اللعيبه واحد. وهنا فهمت المشكله فيه. المخ بيفتكر الحاجات اللي ليها معنى شخصي وبيحبها ومتعلق بيها، زي مثلا هو في الحاله دي بيحب الاهلي. وكمان المخ بيفتكر الحاجات المرئيه والحركيه، زي كده ما هو شاف الماتش بكل حماس، لكن بينسى المعلومات المجرده زي الحروف كده. حروف ايه بقى وجع قلب ايه والحاجات اللي ملهاش دلاله في حياتي. الحل كان في حاجتين مهمين، اول حاجه تقويه الذاكره العامله، وتاني حاجه ان انا اربط اللي هو بيتعلمه بمعنى شخصي ليه. بدات اعلمه الحروف باسامي اللعيبه، الارقام بنتائج الماتشات، مع تمارين تقويه الذاكره العامله كل يوم. لما ربطنا التعليم باهتماماته وقوينا ذاكرته، المعلومات بدات تلزق في دماغه. دلوقتي بقى يحفظ ويفتكر بشكل افضل بكتير، والام بقت متفائله وبقى فعلا احسن. لو ابنك بينسى دروسه بسرعه، اكتبي لي كلمه ذاكره في الكومنتات وهبعت لك تمارين وافكار تطبقيها معاه.